من أكتر الساعات انتشارًا تي 800 ألترا اللي بتيجي بسعر حوالي 400 جنيه. بس السؤال هنا العيوب إيه؟ جودة تصميم الساعة مناسبة جدًا على سعرها، خامات الهيكل بتحسسك إن هو معدن، أما بقى خامات الزراير فمتواضعة جدًا. على الجنب اليمين بتلاقي عدد الخطوات، نبضات القلب، الضغط، وفي حاجات تانية زي نسبة الأكسجين في الدم، معدل النوم، الطقس. من تحت بقى بتظهر إشعارات ال SMS بس مش أكتر من 5 إشعارات تقريبا، ولو في رسالة جت جديدة الساعة بتمسح تلقائيا آخر ساعة كانت موجودة. ومن فوق بقى في حاجات زي البلوتوث وبيظهر علينا لما يكون متوصل بالموبايل، والكيو ار كود عشان تنزل برنامج الساعة، وكمان في ميزة البحث على التليفون. دي بصراحة أنا شايفها ميزة جامدة جدا عشان لو أنت مش لاقي تليفونك بس لازم تكون متوصل بالبلوتوث. وممكن كمان تغير شكل القايمة في 5 أشكال تختار ما بينهم. شكل القايمة العادي ده، في شكل تاني زي نص دايرة كده، وشكل مربع فيه 4 برامج، وشكل تاني فيه 9 برامج، وآخر واحد ده اللي هو الأكثر شهرة. وكمان تقدر تظبط إضاءة الشاشة في 5 مستويات من الإضاءة. أنا عاملها دلوقتي على أعلى مستوى، بس وقت الظهر الإضاءة بتكون ضعيفة جدا. علامة المايك دي بقى بتشغل مساعد جوجل من الموبايل. كنت فاكر ان انا هقدر اسجل صوت من الساعة بس طلعت حاجة تانية خالص. وعلى الناحية الشمال بنلاقي الساعة، التاريخ، الجو، وكمان موجود اختصارات. الاختصارات دي بتتغير على حسب ايه اخر برامج انت فتحتها. طبعا مكتوب من الساعة من جوه تي 800 الترا. الساعة فيها أنشطة رياضية كتير وتقدر توصلها عن طريق الزرار البرتقالي. موجود فيها المشي، الجري، ركوب العجل، تسلق الجبال، كرة السلة، كرة التنس. أنا جربت قبل كده المشي وكانت أرقام قريبة من الحقيقة فعلا. بالنسبة للخلفيات موجود 4 خلفيات، لو افترضنا الخلفية دي بشكلين، زائد كمان تقدر تضيف خلفية من الموبايل، وهنعرف ازاي كمان شوية. وكمان تقدر تعرف نسبة شحن البطارية من الخلفية دي. وفي طريقة تانية من التليفون لو انت موصلها بالبلوتوث. علشان تقفل او تفتح الساعة لازم تدوس على الزرار البرتقاني والاسود ضغطة مطولة. الساعة ما بتاخدش 5 ثواني وبتفتح. في ساعات كتيرة بتاخد وقت اكتر من كده. ولو عايز تعمل ريستارت للساعة بدل ما تقفلها وتفتحها هتدوس ضغطة مطولة على الزرار الاسود بس. جودة البقرة ضعيفة شوية، اوقات كتير لما كنت بستخدمها ما بتستجيبش على طول. في العلبة بقى هتلاقي كتاب التعليمات، الساعة، الاستراب، الشاحن الوايرلس. والساعة حجمها 49 مللي وحجمها 2.2 انش. الاستراب جودته مقبولة والشاحن جودته متواضعة شوية بس هيقضي الغرض. لما تشحن الساعة بقى مش هتعرف تعمل عليها أي حاجة ولا حتى تعرف تشوف الساعة كام، ولو اتحركت حاجة بسيطة وهي بتشحن بتفصل شحن. وطبعا لازم تشحنها بشاحن أقل من 2 أمبير عشان البطارية ما تبوظش مع الوقت. والتعليمات دي موجودة على أي علبة ساعة سمارت. والساعة بتشحن في حدود ساعة، ساعة وربع. لو انت متعرفش انا شغال تاجر والساعة دي انا ببيعها بسعر اقل من المحلات. لو انت حابب تتواصل معايا هسيب لك لينك الانستجرام في الوصف الفيديو. البطارية بتقعد 8 ساعات في المتوسط، ما بين 6 ساعات لحد 10 ساعات. دي بتفرق على حسب حركة ايدك لان الاولويز اون ديسبلاي بتشتغل. طبعا الارقام دي لو انت قافل البلوتوث، لو هتشغله هيقعد وقت اقل من كده بكتير. ندخل بقى على الساعة من جوه. ضغط على البقرة بيظهر برامج تانية زي إضاءة الشاشة، الآلة الحاسبة، المكالمات، وكل الاختصارات اللي كانت موجودة في الخلفية من بره. في لاج كده بيحصل أول ما تبدأ تحرك الشاشة. بالنسبة لحواف الشاشة مش كبيرة قوي ولا صغيرة، حاجة في الوسط كده. في حاجة أنا لاحظتها إن الشاشة مبكسلة لو هي بعيدة عنك وأنت بتستخدم الوضع الطبيعي. الساعة طبعا بتسمح إنك ينفع تتصل منها، بس أنا ما انصحش حد خالص بالميزة دي لأن صوت المايك مكتوم واللي بيتكلموا مش هيسمعك كويس. ده غير ان صوت السماعه واطي ومش هيبقى مناسب معاك لو انت بتتكلم في الشارع. ودي تجربه الصوت في الاماكن الهاديه. بالنسبه بقى للاماكن الزحمه او لو انت ماشي في الشارع الصوت ضعيف جدا. في كمان ميزه انك تقدر تزامن الساعه مع تليفونك وتنقل جهات الاتصال اللي عندك. وكمان ينفع تكتب ارقام من الساعه وتتصل منها على طول. وبتستقبل اشعارات من فيسبوك، واتساب، برنامج وي شات وتويتر. بس المشكله بقى ان اخرك 3 اشعارات في البرنامج. بمعنى لو في اشعار جه جديد الساعه بتمسح تلقائيا اخر اشعار كان موجود.
في حاجه بقى انا لاحظتها ان قياس ضربات الضغط بيطلع حرفيا كل مره ارقام عشوائيه وبتبقى قريبه جدا من الصحه المثاليه. يعني مثلا ضغط الدم الطبيعي بيكون 120 على 80، هي بقى دايما بتطلع ارقام قريبه جدا منها. فلو عندك الضغط لا قدر الله ما ينفعش تعتمد عليها نهائيا. 2000 years later. في حاجه بقى لسه جايه على بالي دلوقتي، لو انت بتشغل ضغط الدم والساعه اصلا مش على ايدك هيطلع لك ارقام. 2000 years later. فدي معناها ان اللي ورا ده الونط بتايده وبتدفي وبتطلع لك ارقام عشوائيه وخلاص. ندخل على الاعدادات. تقدر تغير لغه الساعه لاي لغه تانية، وتقدر كمان تضيف كلمه مرور، بس لو عملتها مش هتقدر حتى تشوف الساعه كام الا لما تدخل كلمه السر. ممكن تظبط مده الشاشه وتشغل فايبريشن لو في مكالمه جاتلك. طيب ازاي بقى تقدر تضيف خلفيه من التليفون للساعه؟ في QR كود على الساعه تعمل له سكان هيدخلك على طول على صفحه التحميل، وهتكون طبعا فاتح البلوتوث، وتدوس من تحت على الديفايس وتدوس هنا، وهنا ينفع تغير الصوره. ولو عايز تضيف معلومات عن عدد الخطوات او معدل النوم، معدل ضربات القلب والتاريخ. وهنا برضو ممكن تضيف نفس العناصر اللي لسه قايلها بس من تحت الساعة. وفي امكانية تغيير لون النص، وبس كده هتدوس هنا وهتلاقي بقت على الساعة على طول. A few moments later. رأيي في الساعة اشوفها اكتر كاكسسوار عن كأنها جهاز عملي. هي بتقدم مميزات زي الاتصال واستقبال الاشعارات، بس الاتصال مثلا جودة المايك ضعيفة وجودة الصوت برضو ضعيفة، والاشعارات اخرك 3 اشعارات في كل برنامج. باختصار لو بتفكر تشتري الساعة ممكن تشتريها كأنها مجرد شكل او كالاستخدام البسيط. وبس كده، اعتقد ان انا قلت كل حاجة عن الساعة في الفيديو ده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك. اشوفكم الفيديو الجاي.